بص بقى اللي بيحصل ده، عامل الغلايه مسك كيس ميه ورماه كامل جوه الغلايه وهي شغاله باعلى قدره، وبعد ثانيه واحده بس كل الهباب اللي جوه المدخنه طار لفوق واتنفخ بره مره واحده. الموضوع ده مش تهور، ده اسلوب معروف وسريع لتنظيف الغلايات الصناعيه. ليه بقى؟ لان الغلايات دي بتشتغل على درجه حراره حوالي من 540 لحد 700 درجه مئويه. اول ما الميه تلمس السخونه دي بتتحول لبخار فورا، ولما الميه تبقى بخار حجمها بيزيد حوالي 1700 مره. التمدد المفاجئ ده بيجري لفوق ناحيه المدخنه، يفك الهباب اللي ماسك جوه ويطير مره واحده. وكمان الكيس نفسه مش مرمي كده وخلاص، هو بيقفل الفتحه لحظه صغيره عشان البخار يتجمع ويعمل ضغط عالي يخلي التنظيف يتم بضربه واحده. ليه بقى بيعملوا كده؟ عشان الهباب لما بيتراكم بيضاعف سحب الهواء وبيقلل كفاءة الاحتراق، وفي الحالات الصعبة ممكن يعمل رجوع دخان أو يوقف الغلاية خالص. التنظيف اليدوي بياخد وقت ولازم الغلاية تبرد، إنما حركة البخار دي بتعمل غسلة سريعة في ثواني. بس المهم بقى، الطريقة دي للغليات الصناعية بس، مدخنة البيت لأ طبعا، ما ينفعش تعمل كده. لو مدخنة البيت مسدودة، الطريقة الصح هي جهاز شفط عكسي، تركب الفوهة تشغله والهباب يتسحب بره في لحظات. غريبة صح؟ عمرك شفت طريقة أسرع وأعنف من كده لتسليك المداخن؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.